عربية تصل للمباريات النهائية وتكون هي القادرة على الفوز. احنا مرتاحين في الكونفدرالية لأن 4 فرق عربية، الاتحاد الليبي والفتح الرباطي والصفاقسي التونسي والهلال السوداني، يعني اي فريق في الكونفدراليه هو اللي هيكسب. الاقرب الان الوصول للمباراه النهائيه الفتح الرباطي بعد ما فاز على الاتحاد الليبي 2-1 في ليبيا، والصفاقسي التونسي فاز على الهلال السوداني في تونس 1-0، وتبقى المباراه الاخرى ويبقى الاتحاد الليبي برضه عنده امل ولكن امل ضعيف. والناحيه الثانيه الامل بقى ضعيف جدا جدا بالنسبه لتونس. يمكن الناس في مصر بتحب تونس جدا وتعشق الشعب التونسي جدا وبتحب اللعيبه التوانسه ودائما نشجعهم، ولكن كانوا في بعض الحزن من ردود الافعال خصوصا بعد هدف مايكل انرامو ولامتي. البعض قال ده تحكيم الايد بالايد، وشايفين الحكم كان طبيعي وما كانش ظالم، وشايفين ان النادي الاهلي كان عنده القدره على العوده في المباراه. ولكن الكلام اتغير مع كوكو اللي احنا قلنا ان هو حكم مش كفء في مباراه شبيبه القبائل. كوكو النهارده يقال ان هو كان على نادي الترجي، تحامل على نادي الترجي، البعض الاخر بيقول لا كان طبيعي، الله اعلم. احاول اشوف المعلم بيقول انا سعيد واحنا الابطال، قلت له يا عم في اوضه اللبس، وبيتكلم بيقول انا سعيد واحنا الابطال، قلت له يا عم مايكل ما تفرحش قوي، ربنا ممكن يكون كاتب، قلت له يا عم مايكل ما تفرحش قوي، ربنا ممكن يكون كاتب لك حاجه ثانيه في النهائي، وهجيب لكم الكلام ده بكره. انا قلته ما تفرحش قوي لان ربنا يعني لا يقبل الظلم في اي شيء. معانا شاعرنا علي عفيفي. ازيك يا علوة؟ مساء الفل يا ابو الكباتن. يعني هو انا هتكلم في الموضوع وبرضه ده اسقاط للموضوع اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه. لا يعني شوف يا كابتن، هو ده ذنبي، خلصوه بتوع مازيمبي، وعشان كده انا قلت لابني ربنا ما يرضاش بالظلم، وياللي بتظلم ما تحاولش، الحرام ما بيدومش. والله يا كابتن ما بشمتش، واتعلم من الدرس يا عم. وادي النتيجة شفناها، 5 تجوان يا محلاها، عمر الترجي ما هينساها، 5 تجوان تحرق الدم. درس اكيد اتعلمناه، ربنا موجود سبحان الله، والمظلوم ربنا وياه، والغمة انزاحت والهم، واتعلم من الدرس يا عم. ونفسي يعني الناس كلها تتعلم ان اللي بيظلم حد ربنا موجود، ربنا موجود. واشكرك يا كابتن، شكرا، وعرض لك للترجي، ومبروك للاهلي ان اعتباره برضه رجع له يا كابتن. شكرا علي عفيفي. وزي ما قلت له احنا ما بنشمتش في حد، بالعكس انا شخصيا كنت اتمنى وصول فريق عربي للمباراه النهائيه، كنت اتمنى طبعا وصول النادي الاهلي، اتمنى وصول الفريق التونسي، ولكن بالصوره اللي حصلت في رادس وبالحكم لامتي وبالمساعد الحكم يعني ضايقتنا جوانا، خصوصا مع ردود الافعال العاديه والفرحه الغامره بالفوز بهدف. حد بيتفرج علينا دلوقتي من تونس او حد بيتفرج علينا برضو من مصر يقول لك يا عم خالد ما هو فضل جاب جون بايده. في فرق ان يكون حكم رايح وعارف هو بيعمل ايه، وفي فرق ان حكم ما خدش باله. اي نعم ده هدف غير شرعي وده هدف غير شرعي، ولكن التاني باين قوي، وان هو يكون باين قوي. لامتي ايه مصلحته ان هو ما يعملهاش؟ ايه مصلحته؟ خد بالك كل واحد بيتغاضى عن حق الغيره لازم يبقى له مصلحة فيه. يعني ايه؟ يعني انا لامتي ولا هو تونسي ولا هو مصري، بس لو شاف حاجة وما حسبهاش يبقى ليه مصلحة انه ما يحسبهاش. طب ايه مصلحة لامتي؟ الله اعلم. هنا كوكو في مباراة الترجي والمازيمبي طلع المذيع والمحلل وهم توانسه الجنسية قالوا يا ريت تجيبوا لنا رئيس نادي مازيمبي اللي عرف ما معناها يظبط الحكم. طب ما الكلام اللي انتم بتقولوه ده كلام خطير لمذيعين في قناة الجزيرة الرياضية، معنى كده لماذا لم تقولوا نفس الكلام على لامتي؟ خدوا بالكم في الزمن اللي احنا فيه ده في ناس عندها ضمير، في ناس عندها مبادئ، زي مثلا ناجي جويني الحكم التونسي اللي كان عنده ضمير ومبدأ واكتشف رشوة، كان جايزته من قبل الاتحاد الافريقي ولجنة الحكام اللي كان عضو فيها قالوا له يا ناجي انت شريف انت عفيف انت اكتشفت رشوة، مع الف سلامة يا حبيبي. داين
تدان. تعال نروح للعالمي. انتوا عارفين العمال اللي كانوا تحت 600 متر تحت الارض اعتقد في مناجم، واتهدم عليهم فتحة الخروج، وقعدوا اكتر اعتقد من شهرين جوه الارض، والناس افتكروهم ماتوا، وكانوا بيدخلوا لهم الميه في